بدأت تدخل عالم الفوتوشوب. بعد ما دخلت انا شايف الانترفيس، انا مش فاهم فيها حاجه، عايز اعرف الانترفيس دي بتعمل ايه. اول حاجه لازم تعملها ان انت تشتغل في انترفيس انت مستريح لها. كل واحد في الديزاينرز ممكن يشتغل انترفيس بطريقته، علشان كده الفوتوشوب بيتيح لك ان انت تعمل كاستمايزيشن للانترفيس دي زي ما انت عايز. ازاي؟ كل باليت وكل منيو تقدر تاخدها وتتحرك بيها. مبدئيا عشان افتح اي منيو او اقفلها بقفلها من هنا، عشان افتحها اروح لقائمة ويندو، عايز افتح لايرز مثلا. طيب ممكن احطها في منيو، ادمجها مع منيو، او ان انا اخليها مدمجة مع البار اللي هنا ده. الفرق عندي وامتى اعرف ان هي هتبقى جوه المنيو او بره المنيو، ان انا العلامه الزرقاء تظهر. لما العلامه الزرقاء هتظهر، العلامه الزرقاء بتقول لي ان انت هتحطها فين. العلامه الزرقاء لما تتحط تظهر هنا، يبقى انا هحطها تحت التول دي. مش عايز الكلام ده، باخدها اسحبها اطلعها بره واعمل كده عشان المنيو تكبر معايا، وامسكها احطها في اي مكان تاني زي ما انا عايز. ليتس سي ان احنا حطيناها كده، لو سبتها كده هتبقى من ضمن البار ده. طب لا، انا مش عايزها من ضمن البار ده، انا عايزها لوحدها تحت. بقف ما بين المنيوز وبعض، عيد وكرر وحاول مرة واتنين هتلاقيها ظبطت معاك. لما اللون الازرق يبقى كده بيقول لي ان انت هتحطها تحت مجموعة المنيوز دي، فتتحط بالشكل ده. كذلك التول بوكس. التول بوكس ده اللي بيبقى فيه الادوات. دايما بيبقى فيه ادوات زيادة مستخبية تحت. بقدر اكبر التول بوكس بالشكل ده، او اخليه ملموم على بعضه بالشكل ده. لو في ادوات مستخبية هيظهر لما ادوس على في سهم صغير كده، لما تهولد عليه بيظهر معاك بقية الحاجات الموجودة تحتيه. فلما بدوس بهولد على التول بوكس بيقول لي ايديت تول بوكس. بقدر لو في اي حاجة مش ظاهرة، يعني في ساعات حاجات بتبقى هنا مش ظاهرة، فباخدها اسكنها في المكان اللي انا عايزه. بكده ببقى قدرت اعمل كاستمايز للتول بوكس وللمنيوز. طيب خلاص، انا مبسوط بالارت وورك اللي قدامي او الارت بورت اللي قدامي، مساحه العمل اللي قدامي، وعايز اسيف دي علشان كل ما اخش مره تانية تطلع معايا. ازاي؟ او كل ما اتلخبط وكل ما الدنيا تبوظ ارجع لها. هعمل ويندو ورك سبيس، نيو ورك سبيس، وبسميها باسمي، فهتطلع بالشكل ده. لخبطت الدنيا خالص، اروح ويندو ورك سبيس، هترجع الورك سبيس اللي انا عملت لها كاستمايزيشن بنفس الطريقه اللي انا عملت لها بيها كاستمايزيشن. واضح؟ تمام. كمان البرنامج بيتيح لي حاجات تانية هو عاملها الديفولت من عنده. بيقول لي ان الاسينشال الديفولت هيعمل لي الورك سبيس اللي شكلها عامل كده. لو دي مريحاك اوكي، لو عايز ترجع لها في اي وقت تاني اوكي. كده كده انت اللي بتحدد انت هتشتغل بتولز عامله ازاي. في 3D، في موشن، كلها بتظهر فيتشر مختلفه. في بنتنج